يا أهلًا، يا أهلًا. النهارده عايزة أشارككم شوية تأمُّلات شخصية حوالين فكرة إن أنا مش كويسة. أنا مش كويسة بقى لي فترة، ولمّا حد بيسألني عاملة إيه، باقول إن أنا مش كويسة. بس وأنا باتأمَّل في الكلمة لقيت إنه يعني إيه أنا مش كويسة؟ يعني إيه؟ فلقيت إن هي يعني شوية مشاعر، بما إن المشاعر لا تأتي فُرَادى، فهي شوية مشاعر كده، يعني منها حزن، على مخاوف، على شوية توتُّر، على يعني شوية إحباطات كده ما يضرّش، مرارة، فراغ، وساعات بقى بتيجي الشعور الجميل اللي أنا باحبه أوي بصراحة، اللي هو النَّمْب، إن شعور اللاشعور، باحس إن أنا متخدِّلة كده، عارفة مش حاسة بحاجة، فده شعور حلو. فكل دول اجتمعوا مع بعض وعملوا كلمة مش كويسة. وأنا باتكلم مع واحدة صاحبتي النهارده، ألهمتني بالفكرة بتاعة إن هو العادي بتاعها إن هي تبقى كويسة، عشان كده لمّا بتقول أنا مش كويسة، فهي بتقول إن هي خرجت برّه العادي بتاعها. ف التعامل مع إن في default، إنه في baseline وإحنا محتاجين نرجع له طول الوقت، بيبقى مُجهِد جدًا في اللحظات اللي بنبقى فيها مش كويسين، اللي هو ضد طبيعتنا، أو ضد اللي إحنا متعودين عليه من نَفْسنا. يعني لو أنا شخص متعود دايمًا أكون متفائل، وجيت شوية بقيت متشائم، فده ممكن يكون موجع جدًا، لإن أنا هابقى عاملة زي اللي هو بيخرج برّه الelement بتاعه، بيخرج برّه الsafe zone بتاعته، فعايز يرجع لها على طول. مع إنه ده مفيد، يعني هو أصلًا مفيد إن أنا أكون زي ما أكون مبسوطة excited ومتفاجئة ومستمتعة وكل الحاجات دي، مفيد كمان إن أنا أكون حزينة وأكون مُحبطة وأكون متضايقة وأكون مخنوقة وأكون تايهة، يعني كل المشاعر مفيدة. بس اللي لَفَت نظري لمّا هي كانت بتتكلم، إن هو فكرة العادة، أنا متعوّد على نَفْسي بشكل معيّن، فهل عندي استعداد أشوف نَفْسي بشكل آخر أو لأ؟ فخلال الرحلة اللي أنا باعيشها حاليًا بتاعة إن أنا مش كويسة، لقيت إن في أوقات كنت باختار إن أنا أقعد في البيت باللي مش كويس اللي فيّا ده، أعمل distraction قدّام التلفزيون بالساعات، أتفرّج على أي حاجة. وأنا جوّه الأي حاجة دي بقى بقيت بالاحظ نَفْسي. يعني مثلًا اتفرّجت على المسلسل بتاع القاهرة couple، وأنا جوّه المسلسل بقيت ملاحظة جدًا إن في لقطات رجع لي فيها الشغف تاني. الله! عقلي نوّر وحسّيت أحاسيس معاهم وبقيت excited. يعني جوّه اللي مش كويس فيه كويس برضه، المشاعر ما بتجيش لوحدها، يعني ما فيش خط فاصل، لإنه الحمد لله، الحمد لله، يعني أنا مش في مرحلة إنه أتشخّص مثلًا clinical depression والّا عندي اكتئاب، يعني مش في حالة نفسية مرضية، يعني هي مجرّد تقلُّبات في المشاعر. فلقيت إن جوّه المشاعر في مشاعر، ولقيت إن أنا باساعد نَفْسي لمّا أرجع، باساعد نَفْسي إني أحس إن أنا مرتاحة جوّه اللي مش كويس بتاعي. يعني أنا حقيقي، حقيقي في الفترة اللي أنا فيها دي مش عايزة أغيّر الشعور، يعني ولا عايزة أغيّره ولا عايزة أنفيه ولا عايزة أنكره خلاص أنت موجود خلّيك موجود. بس لقيت طريقة كده إنه أتعايش بيها مع المشاعر دي دلوقتي. يعني زي إن أنا آخُد بالي من أكلي، إنه آكل أفطر وأتغدى وأتعشى، يعني إن سمحت الظروف في موضوع العشا ده، بس آكل كويس، إنه أنا أشرب وأبقى well hydrated وأشرب مشروبات، يعني في وسط اليوم عصير حاجة أفتكر نَفْسي إن أنا آكل. فبيساعدني إن أنا أعيش الحالة اللي أنا فيها. يعني الله يرحمها مامتي كانت دايمًا تقول لمّا حد يموت وكده، كُلوا عشان تقووا على الحزن. يعني الحزن محتاج مجهود، فإحنا محتاجين ناكل عشان نقوى عليه. تاني حاجة إنه فكرة النوم، لأ، نومي مش ألذ حاجة، فأوقات بانام ب14 ساعة، وأوقات بيبقى عندي أرق، فمش بانام كويس، فمش عارفة أضبطها أوي، بس بادّي نَفْسي فرصة إن أنا أدخل السرير في ميعاد معيّن، بحيث إن أنا لو النوم جِه كتّر خير الدنيا، النوم ما جاش خلاص أديني قاعدة في السرير. برضه من الحاجات اللي ساعدتني إن أنا أعيش الحالة اللي أنا فيها أيًا كان سببها وأيًا كان مسمى المشاعر جواها، بس هي الحالة اللي عكس حالتي الطبيعية، اللي أنا مش كويسة. إن أنا باخد اللي مش كويس ده وبافسّحه، بالضبط زي ما أكون فرحانة. يعني وأنا فرحانة بابقى منطلقة وعايزة آخدكم بالحضن ويالّا بينا وهوبا وكلام من ده. وأنا مش كويسة برضه عملت ده. يعني عندي حاجة أنزل لها فنزلت، يعني شغل أو كده، ما عنديش حاجة أنزل لها فبانزّل نَفْسي. بصراحة في يوم نزلت وغصبٍ عني جوزي قعد يقول لي: "تعالي نروح laser battlefield ونلعب بالليزر ونقتّل ونطُخ بعض." ما كنتش عايزة خالص، خالص. ولمّا نزلت قُلت يعني
أنا هاخد الشعور وأنزل. الشعور برضه جاب إخواته، ما فيش مشكلة خالص، يعني جاب شوية فرح وجاب شوية excitement يعني جاب حاجات. النهارده برضه نفس القصة، نزلت قعدت أتمشى كده في شوارع وسط البلد. آآ في النُص لمّا الدنيا بتسكت، يعني لمّا في كده عارفين، يعني كنت حاسة إن أنا مستمتعة أوي وأنا باتفرّج على حاجات، وكنت مستمتعة أوي وأنا سامعة راجل بيتكلّم مع راجل ضخم البنية كده وشكله يعني من الحُكم الظاهري عليه إن هو غليظ. كان بيكلّم حبيبته وبيقول لها: "أيوه يا حبيبتي وحشتيني وعملتِ إيه." كان لطيف جدًا وبيطلّع قلوب من عينه. حسيت إنه المشاعر اتغيّرت للحظات، بس أول ما عارفين كده اللي هو دي بتيجي الstate بقى اللي أنا فيها دلوقتي اللي هي مش كويسة دي بتظهر، بس أوكي، ما فيش مشكلة. يعني أيًا كان اللي بنعدّي بيه. هو يعني هو مش permanent، مش دائم، ومش هنفضل فيه طول العمر، بس فكرة إن أنا أتعايش معاه فكرة لذيذة، إن أنا آخده وأفسّح اللوك أفسّح الزعل، فكرة لذيذة جدًا يعني. فده كانت شوية مشاركات حول فكرة إن أنا مش كويسة. ومن ضمنها إن أنا أطلع أتكلم النهارده وأنا مش كويسة، لإنه أنا باستنى أكون كويسة عشان أتكلم، فأنا دلوقتي باكلمكم وأنا مش كويسة، فأنا كويسة وأنا مش كويسة برضه، لإن حسيت والله بعد ما اتكلمت شوية دول إن برضه الmood اتغير شوية. فthis is perfect، وشكرًا ليكم ولحسن استماعكم. please اعملوا لايك عشان كراميلا معانا في اللايف. باي باي.